ازيكم؟ بعد ما سعيد عمل الحادثة ودخل العناية، السيد راح بيت خديجة. يا ترى ايه اللي هيحصل هناك؟ كل الأسئلة اللي ملهاش جواب في كل الأجزاء اللي فاتت هنعرفها في الحلقة النهاردة. بحب أقول لك لو ما سمعتش الجزء الأول والتاني والتالت والرابع فاتك كتير. انزل المصادر فيها لينك كل الأجزاء، أو اشترك في القناة وفعل زر الجرس هيبان لك كل الحلقات. يلا بينا نبدأ حلقتنا. وأول ما خبطت على الباب فجأة فتحت ليا واحدة شبه الست خديجة، بس شكلها كده أصغر منها. لقيتها بتكلمني وبتقول لي خير، انت مين يا حضر؟ جاوبتها كده بكل تلقائية وسذاجة، هو ده بيت الست خديجة؟ وأول ما قلت له اسم خديجة وشها اتقلب، وبسرعة رزعت الباب في وشي وقالت لي من وراه مفيش واحدة هنا بالاسم ده، يلا غور من هنا بدل ما افرج عليك الحاره كلها واقول انك واحد من قلاديشها. نار ان انا امشي ويحصل لي اللي يحصل لي لما ارجع للمشرحي، ونار ان انا هحاول اتكلم مع الست دي وتصوت زي ما تقول وتلم عليا الحارق. بس لثواني كده استجمعت شجاعتي وبصيت حوالي، وساعتها شفت قصاد البيت على طول قهوه بلدي. بسرعه جريت عليها ودخلت على الولا القهواجي، كان شاب واقف فيها ساعدني الله يبارك له. فرحت انا سألته عن بيت الست خديجة، فجاوبني وقال ايه يا هندسة، بيت الست خديجة؟ البيت اللي انت كنت بتخبط عليه دلوقتي وردت عليك واحدة منه، واللي ردت عليك دي سناء بنتها عايشة جوه هي وجوزها وعيالها. بس الحاجة خديجة تعيش انت من كام يوم كده ماتت على الناصية اللي هي متعودة تنام عليها، بعد ما حصل ما بينها وما بين بنتها سناء خناقة ما يعلم بها الا ربنا، لم عليها كل الحارة. الخناقه دي ما انتهتش الا لما سناء طردت امها، ومن ساعتها وهي قاعده في الشارع. ولما انا سمعت منه الكلام ده كان طبيعي ان انا اساله عن سبب الخناق. رحت لقيته راح رد عليا وقال لي انا ما اعرفش ايه السبب بالظبط، لكن انا هبعتك للست كريمه اللي تعرف قصه خديجه من طقطق لسلام عليكم، وهي دي اللي ممكن تفيدك. وبصراحه الراجل مشكور، وصف لي بيت كريمه دي ورحت لها. كان بيت شبه كل بيوت الحاري، بيت قديم من دور واحد بابه مفتوح. خبطت على الباب وقلت بصوت عالي يا سات الحاجة كريمة موجودة؟ رد عليا صوت ست عجوزة كده من جوه البيت، ايوه يا ابني موجودة اتفضل. دخلت، كانت الست كريمة العجوزة دي كانت قاعدة على كنبة في أوضة في الدور الأرضي. سلمت عليه وعرفتها بنفسي وسألتها عن خديجة، وأول ما جبت لها سيرة الست ديت هي كمان وشها انقلب وسألتني عن السبب اللي يخليني أسأل عليها. وقتها معرفش ايه اللي خلاني ارتحت له، ست كده مبروكة ووشها سمح، وقعدت على الكنبة اللي قصادها وحكيت لها كل حاجة من طقطق لسلام عليكم، من اول ما الجثة بتاعت خديجة جت المشرحة لحد اللي حصل معايا من بنتها سناء دلوقتي. وبمجرد ما خلصت كلامي انعدلت الست في قعدتها كده وابتدت تحكي لي حكاية خديجة من اولها، وتقول لي من سنين يا ابني كتيرة كنت انا لسه شابة وعايشة مع ابويا وامي في نفس البيت ده. وقتها جه واحد من بلد ارياف كان تاجر قماش كبير قد الدنيا، اشتغل هنا في القاهرة وكان بيدور على بيت يعيش فيه هو ومراته وعياله. واللي عرفناه وقتها ان مراته وعياله دول عايشين في البلد الارياف اللي هو عايش فيها، فهو بقى كان عاوز ينقلهم وينقل عيشته كلها في القاهرة هنا علشان يبقى جنب محل القماش بتاعه اللي خده في شارع الازهر. ولما ولاد الحلال دلوه على البيت اللي انت خبطت على بابه ده وسناء فتحت لك، وجاب مراته اللي هي خديجة وولادها الاربعة اللي هم سناء بنته و3 صبيان، كان ناس غلابة وفي حالهم، لحد ما فجأة الوضع اتغير وبقينا نسمع من عندهم يومات اصوات زعيق وخناق. ومع الوقت عرفنا ان الراجل لما ربنا كرمه والقرش جري في ايده بقى بتاع حريم، وده السبب اللي كان بيخلي خديجة تتخانق معاه كل يوم والتاني. وانتهت الخناقة يا ابني ما بينهم على ان الراجل ساب لها العيال بالبيت ومشي وراح اتجوز بنت من دور بناته تقريبا كده او اكبر منها بكام سنة. ومن وقت ما ده حصل وخديجة كانت هتتجنن، وكمان راح اتجوز بنت صغيرة هتاخد كل اللي وراه واللي قدام. وعشان كده بقى
بدأت خديجة تروح لدجالين والسحرة عشان يعملوا لها أعمال ترجع بيها جوزها، لكن للأسف الراجل مرجعش، وفضلت خديجة تلف من عند الدجال ده للساحر ده لحد ما زهقت، وبعديها قررت إنها هي بقى اللي هترجعه بنفسها. وقررت إنها تعمل كده بقى لما راحت لواحد في مكتبة قديمة بيبيع كتب سحر، واشترت من عنده كتب سحر وابتدت تقرا فيها جوه بيتها. بس اللي حصل بعد كده غير ما خديجة كانت مستنية خالص. خديجة ولادها الصبيان بدأوا يموتوا واحد ورا التاني، وموتتهم يا ابني كفل الشر هما التلاتة كانت شبه بعضيهم، يعني كل شهر وبالتحديد بالظبط في نص الشهر العربي خديجة كانت تصحى تلاقي واحد من عيالها عنده نزيف بشكل يخض، لدرجة ان الدم اللي بيبقى نازل من عينه ومناخيره بتبقى مغرقة المخدة، وعقبال ما العيل من دول يروح المستشفى يكون السر الإلهي طلع. 3 شهور ب3 عيال بالظبط كانوا ميتين، وبعدهم بحوالي 6 شهور كمان جوزها مات. والمصيبة الأكبر والأكبر لما عرفت إن جوزها قبل ما يموت كان بايع كل اللي وراه واللي قدامه بسبب القمار ومراته التانية وحتى مراته الجديدة. الناس قالوا إن من بعد موت جوزها وهي سابت القاهرة كلها وراحت عاشت في اسكندرية، ومن يومها بقى وخديجة اتكسرت، قعدت في بيتها وحافظت على بنتها وبطلت تقرا في الكتب المنيلة اللي كانت جايباها دي. ومع مرور الوقت سناء بنت خديجة كبرت، واللي ربتها طبعا كانت امها. ولو هتسألني ربتها ازاي فانا هقولك انها كانت بتشتغل مسحراتية في ليل رمضان، كانت تمسك الطبلة وتفضل تصحي الناس عشان يتصحوا، وكانت بتاخد منهم اللي فيه النصيب. اما بقى في غير رمضان فكانت بتشتغل في كل حاجة، كانت بتطلع تمسح الشقة دي او تروح تخدم الشيخ ده او تحضر زار. وفضلت على الحالة دي لحد ما تقدم لسناء بنتها عريس، كان شاب كويس ومحترم لكنه ما كانش عنده شقة، فخديجة وافقت عليه وخلته يسكن معاها في نفس البيت، هو البيت اللي هم قاعدين فيه. فضلت حياتهم ماشية عادي خالص لحد ما في يوم سناء اتخانقت مع جوزها خناقة عادية ممكن تحصل بين أي 2 متجوزين. لكن خديجة بقى كان لسه في قلبها الشر، فطلعت الكتب وابتدت تقرا فيها وتعزم على الواد جوز سناء لحد ما خلته يقوم يصرخ في عز الليل بصداع في راسه. ومع الصداع اللي جاله فجأة الواد كان بينزف من عيونه ومن مناخيره. وقتها سناء افتكرت اللي حصل في اخواتها الصبيان بسبب افعال امها اللي من غير اي تفكير يعني كانت هي السبب في موتهم بقرايتها في الكتب النكسة دي. فاتخانقت سناء ليلتها مع امها بسبب اللي عملته في جوزها. البت زي ما يكون انبوبة وانفجرت في وش خديجة، فضلت تشتم فيها وتقول لها انها عايزاها تموت، واتهمتها ان هي عايزة تموت جوزها زي ما موتت اخواتها ال3. لكن خديجة اتخانقت معاها وقالت لها انها بتحاول تحميها، بس سناء ما سمعت لهاش واتلمت عليها هي وجوزها وخدوا الكتب بتاعتها حرقوها. وبعد كده رموا خديجة في الشارع. وكمان البت سناء وجوزها حلفوا 100 يمين انهم متبريين من الست دي وانها مش هتدخلها البيت ده من تاني، لانها كانت شايفاها بحسب كلامها كده يا ابني منبع للشر وللأذية. ومن يومها وخديجة المسحراتية بقت شحاتة في الشوارع بتعمل اعمال واحجبة للناس، وبرضه كانت بتسحر نفس الناس اللي كانت بتصحيهم بالليل بطبلتها في رمضان عشان يتسحروا. وفي نهاية كل يوم ومع دخول الليل خديجة كانت بتنام على ناصية من نواصي الحارة. كل لما بنتها أو جوز بنتها ما كانوا يعدوا من قصادها أو يشوفوها كانت بتفضل تدعي عليهم بعلو صوتها. واستمرت خديجة على الوضع ده لحد ما في يوم الحارة صحيت على خبر موتها. الناس قالوا إن فيه شباب بيشربوا مخدرات يتهجموا عليها بالليل، وحاولوا يسرقوا منها الفلوس اللي كانت في جيب عبايتها السوداء. ولما صحيت وقومتهم وحاولت تمنعهم ضربوها على راسها بحجر او بشومة وطلعوا يجروا بعد ما سرقوها. والباقي بقى انت عارفه، الاسعاف جت خدتها ونقلوها للمشرحة اللي انت شغال عندها. وبعد ما الست كريمة خلصت كلامها رديت عليها وانا قلبي بيتقطع وبدمع، لا حول ولا قوة الا بالله. طب دلوقتي خلاص هي ماتت يعني ما بقاش يجوز عليها الا الرحمة واكرامها يا ست كريمة اللي هيكون عن طريق دفنها. الست دي لازم تندفن يا جدعان، ولازم بنتها تروح تستلم جثتها وتدفنها. والمصيبة ان انا مش عارف ده ممكن يتعمل ازاي. دي سناء دي اول ما شافتني وقلت لها على اسم امها رزعت الباب في وشي وكأني بيني وبينها طار. اعمل ايه طيب؟
اعمل ايه وعفاريت ولا قرين خديجة دي عمال يأذي في الناس عشان جتتها تندفن من بعد ما اتشرحت. لما قلت للست كريمة الكلام ده قلبها حن وندهت عليا، فقربت منها، وبمجرد ما قربت مسكت دراعي وقامت وكأنها بتنسند عليا وبتقول لي ما تخافش يا ابني، ما تعلمش ربنا رايد ايه، انا هروح لسناء وهتكلم معاها وهخليها تروح تاخد جثة امها وتدفنها، دي امانة والامانة لازم ترجع للي خالقها. قامت الست كريمي وخرجت من البيت وانا معاها، فضلنا ماشيين انا وهي لحد ما وصلنا لبيت سناء او خديجي الله يرحمها. ومجرد ما الست كريمي خبطت على باب سناء وسناء عرفت انها هي اللي بتخبط، رحبت بيها وسمحت لها بالدخول. وطبعا انا كنت معاها، بس في الاول سناء ما كانتش طايقاني ولا طايقه تبص في وشي، لكن لما الست كريمي قالت لها على ان امها لازم تدفن وخلتني احكي لها على اللي حصل وعلى الحلم اللي انا شفته واللي كانت خديجه فيه بتقولي على التراب والدفن واللي معناهم بالتاكيد انها لازم تندفن، سناء ابتدت تعيط وقالتني بحزن وكسرة انا مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه ازعل من امي اللي كانت عايزه تعمله في جوزي ولا اللي عملته في اخواتي الثلاثه وفي كل اللي حواليها بسبب قرايتها في الكتب والتحضيرات والبلاوي السودا دي اللي لسه بتقرفني في عيشتي انا وجوزي وعيالي لحد النهارده، ولا ازعل على الحاله اللي وصلت لها وعلى الحساب العسير اللي هتشوفه من رب العباد على كل اللي عملته. وقتها رديت عليها بحزن مش وقته يا ست سناء، لا وقت زعل منها ولا وقت زعل عليه، حاجة الوحيدة دلوقتي اللي لازم تعمليها عشان ربنا يرضى عنك انك تروحي تاخدي جثة امك وتدفنيها. وراحت هزت ليا سناء راسها واتفقت انا وهي انها تيجي تاخد جثة امها. وفعلا بعد ما سبتها ومشيت ورحت استلمت شغلي ليلتها ما حصلش اي حاجة، لا سمعنا خبط ولا حد اتأذى ولا حصل اي حاجة. ومع طلعت شمس تاني يوم فعلا لقيت جت سناء ومعاها جوزها والست كريمي وخدوا جثة خديجة وراحوا دفنوها. ومن وقته والحمد لله ما حصلش اي حاجة تاني خالص. وكمان الولا سعيد فاق وخف ورجع شغله وشهادة لله يعني من بعده. لا شفت خديجة احلامي وهي بتضحك ليا عشان خلتها تندفن زي ما بنسمع في القصص والحكايات، ولا شفت حتى اي حاجة غريبة بعد كده سواء في حلم او في الحقيقة، لاني ولا الولا سعيد. لكن الحاجة اللي حصلت واللي ما كناش لاقيين تفسير ليه هي موت الدكتور الاستشاري اللي شرح جثة خديجة وجثة الدكتور احمد، وده بقى مات في حادثة عملها بعربيته وهو مروح، وحقيقي مش عارف ده تفسيره ايه. هل قرين خديجة هو اللي كان السبب في موت الدكتور احمد والدكتور الاستشاري وحادثة الولا سعيد وعمل كل ده عشان جثة صاحبته تندفن يعني، ولا كل دي صدف؟ والدكتور احمد انتحر فعلا لانه كان بيشرب وما كانش مظبوط وكان تملي في مشاكل مع مراته بسبب الشرب زي ما الدكاتره اصحابه بيقولوا، ولا لا؟ وكمان حادثه الدكتور الاستشاري حادثه عاديه بيحصل زيها حوادث كتير كل يوم، واللي حصل للولا سعيد برضه كانت صدفه زي كل الصدف دي. فالحقيقه انا مش عارف، بس اللي انا عارفه ومتاكد منه ان خديجه دي وجود جثتها في التلاجة كان شر، والحمد لله قدرت امنعه. وفي النهاية قضية خديجة اتحفظت لان النيابة ما قدرتش توصل لهوية اللي قتلوها. اما عن بنتها سناء فدي لسه عايشة وموجودة هي وجوزها وعيالها في حارة الطبلاوي، ولسه بيعانوا كفل الشر عنكم من العفاريت والجن اللي بيظهروا لهم في البيت بسبب عمايل امها زي ما بتقول هي كده. يلا ربنا يغفر لها ويسامحها ويرحمها ويرحمني ويرحمكم ويرحم جميع اللي معانا واللي مش موجود معانا، وسلام عليكم. وبعد ما خلصت قصتنا بالكامل اولا بعتذر عن صوتي في بعض الحلقات لمرضي المفاجئ بالبرد. اما بقى عن قصتنا حبيت انقلها ليكم بسياق الدراما، مش كل اللي في قصتنا حصل ولكن كان لازم تزيد شويه علشان يكون فيه اثاره. اما عن الاسماء الموجوده بالقصه فهي ملهاش وجود بالحقيقه، واي تشابه فيها هيكون على سبيل الصدفه. ولو عجبتك القصه ادعمنا بلايك، مش هيضرك ولكن هيفيدنا احنا. واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان اتشجع اكتر واطور من القناه. وليكم مني الف تحيه لغايه القصه الجايه، وسلام.